السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، كما وعدناكم بيوم حقل جديد. هنتكلم النهاردة عن أشجار الكاكا والعمليات المسببة لتساقط ثمار الكاكا. تمام. منها أولا عدم التسميد الجيد للأشجار أو التغذية الجيدة للأشجار في بداية العام. راجع معانا السبب الثاني اللي هو الري الغزير أثناء فترات التزهير أو أثناء فترات العجز، دي مسببات معايا للتساقط. تنهم الري اثناء الظهيره او اثناء ارتفاع درجات الحراره، دي من المسببات المسببه معانا للتساقط الثمار. تمام. عدم الري اثناء فترات الظهيره، الاهتمام بالصرف الجيد للاراضي لانه من المسببات المسببه برضك للتساقط الثمار في اشجار الكاكا. رجع برضك التساقط لظهور بعض نقص العناصر زي الزنك والحديد والمنجنيز، برضك دي من المسببات المسببه. راجع معانا برضك التساقط لظهور بعض بياض دقيقي في الاشجار. وفي حاجه نتكلم عنها برضك اللي هو موت الاجنه. طبعا دي مرض بيحدث معانا بعد او بيظهر بعد 45 يوم من فترات العجز في الثمار، ديت المسببات المسببه لتساقط الثمار. وفي منها برضك دودة الثمار. طبعا دودة الثمار دي بتظهر معانا في اثناء التزهير، المفروض ان هي بتسكن هنا في الجزء ده. بنحاول انا بهتم بيها ببعض المركبات واتكلمنا عنها في الفيديوهات السابقه، واتكلمنا عن البياض الدقيقي وازاي انا اقدر اعالجه. ويا رب نكونوا يعني حاولنا ان احنا نفيد الاخوه المزارعين والاباء بهذه المعلومات، ونسال الله لنا ولكم العون جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.